السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهاردة فيديو جديد، اتمنى ان هو يعجبكم ان شاء الله. النهاردة هشارك معاكم تفاصيل كده عيد ميلاد بنتي، وانا الحقيقة قررت ان انا اعمل لها كل حاجة هوم ميد، لاني سألت على الاسعار بره، الاسعار غريبة يعني بصراحة. فقلت لا، انا هتفرج بقى كده على كام صفحة من الصفحات اللي بتعمل التورت في يعني اللي هما بيصوروا التورت وكده وبيبيعوها. فاتفرجت بقى كده على كذا حاجة، وبدأت ان انا اشتغل بايدي. هقول لكم كل المكونات اللي انا استخدمتها، وبصراحة هي سهلة جدا جدا وما اخدتش مني اي وقت. الحقيقة مش كل التفاصيل عرفت اصورها، بس يعني هقول لكم اهم التريكات اللي انا عملتها والحاجات اللي انا استخدمتها. الدقيق اللي انتوا شايفينه في العلبة ده دقيق سبونج، مش دقيق عادي. ليه طريقة كده بيتعمل في البيت، بس انا فضلت ان انا اجيبه جاهز من بره عشان اريح دماغي واوفر سكر واوفر المكونات اللي انا هضيفها. النص كيلو منه، في منه بيتباع عبوات كده منفصلة تقريبا اسمها يونايتد. النص كيلو كان ب45 جنيه. بس بصراحة أنا جبت كل الحاجات من فتح الله بالوزن. جبت كيلو إلا ربع من السبونج، بس طبعا عشان دي اول تجربة ليا فكان فيها فوات كده، يعني حصل حاجات ما كناش يعني واخدين بالنا منها، هقول لكم عليها كده واحنا بنتكلم. بس هقول لكم تفاصيل بقى. انا اول حاجة استخدمت نص كيلو بس في العلبة دي او في البولة دي. النص كيلو بياخد 6 بيضات، وكمان حطيت عليهم كيسين من الفانيليا. بياخد كمان كوباية مية متلجة، لازم تبقى متلجة يا جماعة. والكيس اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو ده، ده كيس محسن جل. ممكن تلاقوه سايب عند فتح الله، او ممكن من عند مستلزمات الحلواني، لاني كملت بعض الحاجات من مستلزمات الحلواني. وتقولوا له عايزين محسن جل اكياس لو احنا هنشتغل في تورته واحده. تمام، لان في منه علب بالكيلو وكده، وفي احجام اكبر. وبضيف منه معلقة كبيرة على النص كيلو من الاسبونج اللي انتوا زي ما انتوا شفتوا كده، وبضرب بالمضرب لمدة 5 دقايق. تمام، دي الاضافات اللي انا بضيفها: بيض، محسن الجل ممكن تستغنوا عنه، والاسبونج، وكمان الفانيليا. تمام، بس كده. ضربت لغاية ما تحول القوام للقوام كأنه كريم شانتيه زي ما انتوا شايفين كده. ده القوام المظبوط بتاعه. تمام، ضربته قد ايه؟ 5 دقايق. لو عندك عجان بياخد 3 دقايق بس. تمام، بعد كده بنزله بقى في الصينية، وبكون فرشاها ورق الزبدة. بس عايزة اقول لكم بقى ملاحظات: بلاش ورق الزبدة، او لو الصينية عندك مش متظبطة، بلاش ورق الزبدة يكون محوط جوانب الصينية. يعني خلوا الورق بس في الصينية من تحت. تمام، ما تخلوهوش محوط الجوانب بالشكل ده، علشان دي مشكلة قابلتني. بس الحقيقة هي انقذتني يعني في كل الاحوال، لان الصينية دي طلعت كبيرة قوي على الفرن عندي، وانا كانت ماما جايبها لي واول مرة استخدمها. للأسف كانت كبيرة. الحركة اللي أنا بعملها دي إن أنا بخرج الهواء، لأن سمعت حد كده بيقول إن تخبيط الصينية على الرخامة كده علشان تطلع فقاعات الهواء، ده مش صح. فالأفضل الطريقة دي كويسة جدا، وبتخلي وش الكيك ما يطلعش مفتح ومتقطع. ببدأ كده ان انا اعمل يعني زي ما انتوا شايفين كده حركات دائرية كده للكيك علشان اطلع كل الهواء منه. بس كده. ومن الحاجات كمان اللي حبيت ان انا اعملها هوم ميد هي الكب كيك. من الحاجات اللي الاطفال بيعشقوها بصراحة اكتر كمان من التورتة. حقيقة السنة اللي فاتت، يعني لو عندي صور او حاجة هشاركها معاكم، السنة اللي فاتت كنت عاملة كل حاجة بره. يعني في بنوتة كده اعرفها، طلبت منها التورته وطلبت منها الكب كيك وطلبت منها كل حاجه. فالحقيقه الكب كيك ما عجبنيش خالص، كان يعني تقيل. وانا يعني حسيت ان انا لو كنت عملته كنت هعمله احلى واحلى كتير واخف، والولاد كانوا هياكلوه. انا بس هي كان
اغلبه ملون بقى، فيه كريم شانتيه الوان، والوانه كانت جامده قوي لدرجه ان هو بهدل لي الدنيا. الولاد بهدلوا وتلحوسوا الالوان، يعني صعب ان هي تطلع، وفي ناس مسكت لي الحيطان، فايه كان الموضوع صعب جدا. فانا عملت الكب كيك في البيت كده زي ما انتوا شفتوا، سهل جدا. عملت بيضه واحده، كوبايه وربع من الدقيق، السكر حسب ما انتوا عايزين، فانيليا وبيكنج باودر، وبحب اضيف عليه كمان زبادي علشان الزبادي بتدي طراوة كده وطعم حلو للكيكة. وبدأت كده ان انا اصبه في قوالب الكب كيك، واستخدمت السكوب بتاع الايس كريم، وهو بصراحة ريحني جدا لانه ما بهدلش الصينية. يعني افضل اختيار ان انت تنقلي الكب كيك للقالب السكوب بتاع الايس كريم. بدأت بقى كده احط المربى. الحقيقة كنت عايزة اعمل صوص المربى في البيت، يعني كنت عاملاه السنة اللي فاتت معاكم قبل كده، ولكن للاسف ما لقيتش مربى مجمده اسفه فراوله مجمده في فتح الله. انا بحب اجيب بسمه، والحقيقه ما لقيتهاش، فاضطريت ان انا استخدم المربى الجاهزه. بس انا بصراحه بعملها احلى من كده، بس هي طلعت قمر بصراحه، يعني حلوه وما فيهاش اي مشكله. فلو مش متوفره الفراوله المجمده استخدميها عادي جدا. بس كده حطيت طبقة الفراولة، وبعدين هرجع احط طبقة تانية من الايس كريم، من الاسفة من عجينة الكوب كيك. والله بجد في منتهى السهولة، حتى ما استخدمتش المضرب الكهربائي وانا بعمله. انا بحب استخدم الويسك اليدوي، فكان سهل جدا ومن اسهل الحاجات اللي انا بحب اعملها. ان شاء الله الفترة الجاية كده نعمل مع بعض كيكات حلوة. الشتاء جاي، ومحتاجين ان احنا نعمل حاجات كده شكلها حلو للولاد. بس انا حبيت يعني اشارك معاكم كده تجربتي. كنت خايفة جدا من ان التورتة تطلع شكلها مش حلو او كده، وطبعا كانت هي مش اول تجربة ولا حاجة، بس انا يعني كنت زمان قوي بحب اعمل تورت وبحب ازين تورت. لو لقيت الصور بتاعتها هشاركها معاكم في الفيديو ده. بس الحقيقة عشان انا لسه بمنتج وكمان بس بعمل الفويس اوفر بتاع الفيديو، فمش كل الصور موجودة عندي على الموبايل ده، عشان انا لسه مغيرة الموبايل. بس حقيقي لو لقيتهم هحطهم على طول واوريهم لكم. عايزه اقول لكم انا سبت الفيديو، قعدت ادور على الصور بتاعه السنه اللي فاتت والسنه اللي قبل اللي فاتت بتوع اعياد ميلاد فيروز، وبتوع التورت اللي انا عملتها قبل كده، وهسيبهم لكم كده في اخر الفيديو عشان تتفرجوا عليهم. ولو حد عايز ياخد منهم افكار برضو هتلاقوا فيهم اشكال كتير قوي. الكب كيك حبيت كده احط عليه شويه فرماسيلا ملونه عشان يبقى شكله حلو لما الولاد ياكلوه. طلع طعمه خطير وهش وحلو جدا جدا. وده كان شكل التورته النهائي. طبعا ما لحقتش اصور كل الحاجات دي عشان كان في دربكه، وكان قبل عيد الميلاد على طول. قولوا لي بقى رأيكم في التورته، حلوه ولا لا، وعجبكم شكلها ولا لا، وانفع ولا لا؟ قولوا لي. دي كده كانت التورت اللي انا عملتها زمان قوي. التورت دي معموله من سنين السنين يا جماعه. انا خدت منها كده سكرين شوتس من على الفيسبوك بتاعي، كنت بشيرها كده مع اصحابي ومع اخواتي. فقولوا لي رايكم، عجبتكم ولا لا؟ انا كنت بخترع بصراحه، يعني ما تعيبوش خالص. كنت صغيره وكنت بحب اعمل تورت، كنت كل اسبوع اعمل تورته واقول لقرايبي بقى تعالوا انا عامله لكم تورته. فقولوا لي رايكم فيها، عجبتكم ولا لا؟ وانتوا بتحبوا تعملوا تورت ولا لا؟ جربتوا تعملوها في البيت ولا لا؟ هنزل لكم كمان صور عيد ميلاد فيروز الاول والتاني، وتقولوا لي ايه رايكم فيهم. طبعا كل واحد مختلف تماما عن اللي قبله واللي بعده. عيد الميلاد برضو السنه دي كان مختلف، حبيت ان هو يكون بسيط ويكون حاجات كلها هوم ميد. وهنا بقى كان عيد ميلاد فيروز السنة اللي فاتت، زي ما قلت لكم كان كل حاجة جايباها من بره، فيما عدا الميني بيتزا كنا عاملينها في البيت، اختي كانت عاملاها لي، والسنة دي برضو هي عملتها لي. شكل التورته كان حلو جدا وكان لذيذ، وكانت الكب كيك شكلها حلو. بس زي ما قلت لكم قوام الكيك بتاع الكابس دي ما كانتش عجباني خالص. فالحقيقه قررت ان انا اعملها لاني كنت بعملها احلى، بس هي كان شكلا حلو جدا، وكانت يعني مع التورته شكلها لذيذ وحلو قوي.
ايه قولوا لي ايه بقى رأيكم، حبيتوا انهي اكتر وبتفضلوا انهي اكتر؟ انا بصراحة بحب اعياد الميلاد تكون مبهجة، وبحب كده اطقم الوان التورتة مع البلالين ويكون في فعلا شكل مبهج وحلو قوي. البلالين كانت موف، بس انا بصراحة ما عرفتش اصور كل الديكور وانزله لكم بتاع السنة اللي فاتت، وده الديكور بتاع السنة اللي قبليها. كانت أول بقى سنة وأول عيد ميلاد، وكان الحقيقة كنت إيه يعني عاملة فيه مجهود كبير قوي. وده بقى كان السنة دي. أتمنى إن الفيديو النهاردة يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه وخدتوا منه أفكار، وأشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.